السلام لي زميلة، لاباس عليكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا في العنوان، هذا فيديو اللي غادي نعرفكم به ان شاء الله على النفس ديالي، وغادي نعرفكم ان شاء الله على القناة اللي انا دابا حاليا فتحتها، ونقول لكم بالنسبة لي علاش انا فتحت هاد القناة هادي، وبغيت بانها ان شاء الله تطور وتزيد في القدام. المهم، كيف ما كتعرفوا حنايا في المغرب كأي شاب او شابة كيكون عندها طموح وكتبغي توصل للاهداف ديالها، كتبقى تخدم عليهم وكتبقى تخدم باش ان شاء الله توصل لهم. كيف ما كتعرفوا انا قريت حتى شبرت البكالوريا، شبرتها شحال هادي اليبوك، دابا شي تقريبا شي 8 سنوات. أه شبرتها، من بعد ملي شبرتها مشيت دفعت كأي شاب، دفعت في لافاك. ملي دفعت في لافاك وقريت فيها واحد المدة ديال سنة، ما جابش الله وما كملتش في التيسير ديالها. من بعد خدمت واحد السنة في واحد المجال ديال لي سوبر ماركت. خدمت في كارفور هنايا في مدينة طنجة. انا حيت انا من ولد طنجة، انا من مدينة طنجة. خدمت فيه المدة ديال سنة كاملة. كنت دخلت في، الى تذكرت، في 2017. آه، في 2017، بداية 2017، وانتهيت في بداية ديال 2018. كان وقعوا لي شي ظروف ديال العمل وما بقيتش وعاود كنت ديك الساعه حالي باقي صغير، باقي في عمري ديك الساعه يلاه 18 سنه. يلا خديت البكالوريا، كنت خديت البكالوريا، قريت واحد سنه في الجامعه، وقلت خصني ضروري باش نعول على راسي وندبر المصروف لراسي، خصني ضروري نخدم. فاجاتني ديك الخدمه وقبلت عليها وكملتها. وديك الساعه دازت المده ديال سنه، كيف ما قلت لكم وقعوا لي مشاكل. ومن بعد ديك الساعه خرجت وجلست من الخدمه. جلست دزت واحد فتره وانني غير جالس، حتى صراحه جاني واحد مرحله وصلت فيا الاحباط بمعنى الكلمه. دوزت ديك الفتره هذيك. من بعد شنو غادي يجي؟ غادي تجي واحد في 2019. دوزت مدة سنة كاملة كنت غير جالس، كنت غير جالس فيها، ما خدمت ما والو، ما قريت لافاك، ما كملتش ديك الساعة فيها. كنت كنبحث على العمل ما جبرتوش صراحة. كنت كنبحث على العمل وما جبرتوش. هنايا خصوصا في مدينة طنجة كيتعرضوا بزاف، كما غادي نقول لكم. انا في مدينة طنجة، كيف ما كتعرفوا بان الشركات اللي كاينين هنايا في طنجة، خصوصا شركات كبارين كيبغيو الناس اللي ماشي من طنجة. وهذه صراحة كتأسفوا بالنسبة للشباب ديال طنجة. الى كيف ما انا شرحت لكم، كاين الناس اللي يقولوا لا ما كاينش شي وهادشي ما كاينش شي، لا فعلا راه كاين. بالنسبه للعنصريه، كيف ما كنقولوا العنصريه بالنسبه للناس ديال طنجة، من الناحيه ديال الشغل. انا كيف ما انا التجربه ديالي اللي دوزتها ولاحظتها. ما علينا. دازت ديك سنه كامله اللي خرجت منها من كارفور. وديك الساعة دوزت سنة كاملة من بعد ما خرجت كما قلت لكم من كارفور. كانت جاتني ديك المرحلة ديال التجنيد الإجباري. كيف ما كنتو كتسمعوا شحال هادي التجنيد الإجباري، وتا دابا باقي حاليا. شنو يبان لي؟ اضطريت بانني غادي نمشي، جاتني ديك الورقه ديال التطوع واضطريت بانني غادي نمشي ليه باش ندوز انا ديك الفتره ديالي. مشيت ودوزت ديك الفتره ديالي ديال التجنيد ورجعت. كان ديك الساعه كورونا، كيف ما كتعرفوا كورونا كلشي واقف، كلشي جالس، كلشي موقف. دازت ديك الفتره ديال كورونا حنا غير في الدار. كما كتعرفوا عاود الخدمه ما كايناش وديك الشيء ما كاينش بالنسبه للحركه، باش الانسان يوفر ويوجد الحياه الرسول ويوجد الاهداف يقدم عليهم. كان ديك الساعه هاد الحركه ناقصه. شنو غادي يبان لي؟ بان لي بانني نمشي نعمل دبلوم ديال الحلاقه، دبلوم ديال الحلاقه. والحمد لله دخلت المدرسة، مدرسة ديال الحلاقة هنا في مدينة طنجة. ودخلت ليلة تعلمت صراحة. ودزت واحد الفترة بأنهم بداو كيرغفوا ديك المرحلة ديال كورونا. ديك المرحلة ديال كورونا بدات كترخف، بدات الخدمة شوية كتبان. ديك الساعة خدمت في واحد المحل تجاري هنايا في طنجة، في اتجاه ديال بلايا. اللي كيعرف طنجة غادي يعرف بلايا فين جات. واحد المحل تجاري، محلابة تما. الحمد لله دابا انا حاليا فيها. كنت كنخدم وكنمشي نقرا، تعلمت الحلاقه ديال الرجال. وعاود كنت كنعمل واحد الحصص ديال النساء، كنت كنتعلم هذيك، كنت كنعملها غير من عندي وصافي.
حبا بانني نزيد نتعلم ونزيد نطور المهارات ديالي، قلت غادي ندخل لها حتى هي. وخديت ديبلوم، دازت سنه وخديت ديبلوم، وبقيت في ديك الخدمه سبحان الله، عاود بقات ديك الخدمه شابره فيا هنايا في مدينه طنجه في ديك ملبانه. أه كيف ما كتعرفوا بقيت هيداك صافي دوزت ديك الوقيته، دازت عليا صراحه شي اوقات صعيبه، ولكن الحمد لله ديما كنت كنقول الحمد لله غادي نصبر باش نوصل لبعض الاهداف ديالي. ديما كنت كنقول خصني ضروري خصني نوصل لواحد الهدف، خصني نوصل لواحد الهدف. المهم لي زامي غادي نخليكم دابا هنايا، في جاني واحد الاتصال خصني ضروري نوض نجاوب. غادي نكمل لكم الجزء الثاني ان شاء الله على المسار ديالي اللي دوزته، وغادي نعرفكم عليها اكثر عن النفس ديالي. وان شاء الله غادي نبدا معكم بعض الحلقات، ان شاء الله الحلقات اللي يكونوا خصيصا في التعليم ديال الحلاقه، ماشي ديك الحلاقه اللي نتوما كتعرفوا، ولكن المهم انا كنعلمكم بعض المهارات اللي غادي تفيدكم بزاف. ان شاء الله غادي نبقى نعمل لكم فيها دروس، وغادي تتعلموا معايا غير هيدا بار فيديو كيف ما كنقولوا. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، كنتمنى بان اللي شاف الفيديو يتفاعل معايا في القناه ديالي باش ان شاء الله حتى هي تزيد تكبر، وان شاء الله غادي نزيد نعلمكم بزاف ديال الامور اللي غادي تستافدوا بها اكثر. وكنحبكم بزاف وكنبغيكم بزاف. شكرا.